هخليكي تعملي الكسكسي بمكون هيخليلك الكسكسي بتاعك في حتة تانية خالص. طعم وريحة حاجة كده تجنن. طري طراوة يا بنات، تحفة تحفة بجد. حاجة كده بصي مش هتشبعي منها، تاكلي تبقى عايزة تحطي تاني وتاكلي تاني وتالت ورابع. تحفة تحفة بجد. طري كده، مش من الكسكسي اللي بيعمل في البق كده ويزور وتبقى الواحدة مش عارفة تبلعه. لا لا لا، طري طراوة وفي حتة تانية خالص يا بنات. طعمه خطير. وهتعمليه ايه كده في 10 دقايق. في 10 دقايق هتكوني مخلصة كل الجمال ده. شايفين يا بنات الكسكسي بتاعنا الروعة؟ تحفة. عملناه في 10 دقايق. عايزة تشوفي عملناه ازاي وايه المكون التحفة اللي احنا حطيناه خلى الكسكسي بتاعنا طار الطراوة دي وبالجمال ده؟ يلا بينا على الفيديو هوريكم احنا عملنا الجمال ده ازاي. يلا بينا. السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دلوقتي هنعمل مع بعض الكسكسي الفلاحي او المبروم زي احنا ما بنقول عندنا هنا في البحيرة، بس بطريقة يعني لو ما عملتهاش بالطريقة دي اكنك ما اكلتيش كسكسي في حياتك، اللي هي بالخميرة. لازم تحطي الخميرة. الخميرة بتفرق جدا في المبروم يا بنات، بتخليه خفيف كده. لما تيجي تاكليه ما يبقاش كده بيعمل في حاجة كده خفيفة وجميلة كده. جربوه بجد هيعجبكم. انا هنا جبت الخميرة اللي هي الخميرة دي، الخميرة كبيرة او تجيبي خميرة فورية المتوفر عندك. دي الخميرة القطعة دي انا بجيبها اهي شكلها، ودوبتها في الميه كده زي ما انتم شايفين. والدقيق بتاعي انا نخلته وحطيت عليه رشه ملح. هنعمل ايه؟ هنعمله بخطوه بسيطه جدا وهنعمله في الكبه ومفيش اسهل من كده. بس قبل ما بنحطه في الكبه بنعمل ازاي؟ الخميره بتاعتنا والدقيق اهو، ونرشرش الميه. ترشيها كده مش تنزلي بيها مره واحده، ترشي الدقيق الميه بتاعتك على الدقيق كده وتقلبي بالشكل ده. الموضوع سهل ما بياخدش ثواني. انا متاكده ان انت لما تشوفي الفيديو هتقومي حالا تعمليه كده. ولا غربال بقى اللي كنا بنعمل بيه زمان والكلام ده كله، انا عاملاه معاكم قبل كده بالغربال وبالكبه برضو، عاملاه معاكم بكذا طريقه. جربوا يا بنات الكسكسي او المبروم بالخميره، بتفرق في الطعم بتاعه كتير. مش عارفه بصراحه، احنا ما نتوقعش ان احنا ممكن ناكله من غير خميره، يعني بقى شكله ايه مش عارفه. بشوف ناس كتير بتعمله من غير خميرة، بس هو بصراحة بالخميرة في فرق جامد. ممكن تحط المية كده او ممكن تحط المية في الكبة حسب ما يعجبك، بس كده اسهل. طبعا بتكوني حاطة الحلة عندك على النار ومجهزاها. ما تقلقيش من اي كلكعة معاكي دلوقتي خالص. اهم حاجة يبقى فيه دقيق معاكي بالشكل ده. كل ده هيفك في الكبة بتاعتك كده. بالشكل ده يا احلى بنات في الدنيا زي ما انتم شايفين كده اهو. ولا تقلقي من اي كلكعه. ومعاكي الكبه بقى بتاعتك كده، وهناخد شويه عشان انا الكبه بتاعتي مش مفتوحه من فوق، اعرف احط فيها الميه بسهوله بالشكل ده يا بنات. وما تكتريش. ونشغل الكبه بتاعتنا. طبعا انا هفصل لحد الصوت زي ما انتوا شايفين كده يا احلى بنات. بسم الله ما شاء الله بقى. ولا الكلكعه اللي احنا كنا بنعملها قبل كده ونقعد بقى بالغربال. بسم الله ما شاء الله. شايفين حاجه كده ولا اجمل من كده مفيش. وطريقته سهله جدا زي ما انتوا شايفين كده. شايفه كل حبايه زي اختها. تحفه يا بنات. طريقه الكبه دي سهله جدا. وكمان الطريقه ان انت تعمليه بالخميره، جربيه بجد هتدعيلي.
بتاخدي كل مره تحطي في الكبه بتاعتك كده فرفريه كده معاكي. بالشكل ده يا احلى بنات. هخلص كل الكميه بنفس الطريقه وارجع لكم. لو معاك 10 كيلو هتخلصيهم في ثواني. بسرعه بقى، مفيش بعد كده، ثواني. هما ضربتين اتنين يطلعوه معاكي بالجمال والروعه اللي انت شايفاها قدامك. يعني بقى وداع للعذاب بتاع الكسكسي اللي كنا بنعمله قبل كده في ثواني. ايه رأيكم يا احلى بنات في الدنيا؟ في حاجة اسرع من كده؟ مفيش. بالجمال والحلاوة دي تعملي 10 كيلو. اعملي الموضوع ده مشروع هيعجبك جدا، وجربي بالخميرة. الريحة بتاعت الكسكسي بتاعتك هتبقى روعة وخفيف وهش وهيبقى تحفة معاكي. احنا ما بنعملهوش غير بكده، انما ميه ودقيق وبس لا، لازم تحطي الخميره. الخميره يا بنات دي روعه، تدي ريحه وتدي طعم خطير. شايفين؟ في احلى من كده؟ ما شاء الله. طبعا في دلوقتي احنا حاطين الحله بتاعتنا على النار بتغلي، وهنشوف هنعمل ايه بقى دلوقتي. معانا هنا القماشه دي لازم تكون عندك، دي بتاعت الكسكسي والمخروطه دي. انا بغسلها، بس طبعا لما تغسليها ما تغسليهاش، اوعي تغسليها بكلور ولا حاجات من دي عشان ما تبوظي طعم الحاجه عندك. وبنحط فيها الحاجه بتاعتنا كده اهوت. زي ما انتم شايفين كده. والله يا بنات انا الموضوع ما خد معايا، بصوا، ما كملش 10 دقايق. مجهزه حاجتي ما خدش 10 دقايق. سهل جدا يعني. انا اتشجعوا قومي اعمليه حاجه، اسمعي الفيديو قومي اعمليه على طول. طريقه سهله وبسيطه ما بياخدش اي حاجه. طبعا الشتاء داخل علينا والاكلات الحلوه دي اللي بتدفي، خلاص بقى الناس كلنا بنحب الحاجات دي في الشتاء. دي المصفى بتاعتنا يا بنات اللي هنحط فيها الكسكسي بتاعنا. بنحط فيها شوك او معالق او اي حاجه عندي كده، بحيث ترفع القماشه بتاعتك من على البخار، يعني ما تبقاش مباشره على طول عشان الحاجه بتاعتك ما تعجنش. بالشكل ده يا بنات. وطبعا الميه لازم تكون بتغلي في الحله على النار، يعني ما تحطيش الحاجه بتاعتك كده والميه ما تكونش بتغلي. اهم حاجه الميه بتاعتك تكون بتغلي. بعد ما تحطيها هنا كده فرفريها كده عشان برضو ما تبقاش معجنه اهو بالشكل ده يا بنات. ونغطي ونروح على النار نشوف الحله بتاعتنا. وهنا يا بنات ادي الحله بتاعتنا على النار. انا حاطه فيها رشه ملح وحاطه فيها ليمونه عشان خاطر ما تسودليش الحله من كتر البخار كده، الحله ما تسودش معايا. وتحطي فيها رشه ملح عشان الكسكسي بتاعك يستوي كده، يبقى طعمه حلو. حتى لو هتعمليه حلو وحتى لو هتعمليه حلو مش هتفرق معاكي. بالشكل ده يا بنات. نحط الحله بتاعتنا كده والغطا بتاع الحله، بس في المره الاولانيه دي وهو لسه ني عجين كده ما نكتمش الغطا، يعني نخليه كده، نخلي الغطا موارب كده عشان البخار ما يعجنش الكسكسي بتاعي. خليه كده في الاول، بعد كده بقى لما نيجي نردده لا تحطي الغطا، اكتمي الغطا. بالشكل ده يا بنات. هنسيبه بقى يستوي ونرجع لكم. احلى بنات في الدنيا الكسكسي بتاعنا اهو، بسم الله ما شاء الله. طبعا عشان الميه كانت بتغلي فاستوى على طول معانا زي ما انتم شايفين كده، بس انا هسيبه كمان شويه زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله. طبعا كسكسي يعني بط، ده البط بتاعنا اللي احنا مربيينه فوق السطوح يا بنات.
بسم الله ما شاء الله. انا بقى الميه دي اللي بغلي فيها البط دي هتعمل الريم، وهاخدها اتخلص منها واشطف البط بتاعي واشطف الحله بتاعتي واجي احط له ميه بتغلي تاني. واحده تقول لي لا انت ما اعرفش ايه والطريقه، لا انت شايفه لون الميه. انا ما بحبش اللحمه فراخ، اللي متابع ام احمد يلاقيني بعمل كل ده. تشربي شويه شوربه ولا اروع من كده. انا بستغرب للي بتيجي حاطه البصل والطماطم والحاجات دي كلها في الميه الاول وتسيبها تغلي وبعدين تيجي حاطه فيها الطيور بتاعتها او اللحمه بتاعتها. لا يا جماعه، الشوربه عشان تشربي شوربه على حق لازم تعمليها على طريقه ام احمد. انا هنا حطيت ميه بتغلي وحطيت فيها البط بتاعي وهسيبه لما يطلع الريم بتاعه، وهاخد الميه دي اتخلص منها في الحوض واشطف الحله بتاعتي كويس واجي احط البط بتاعي على النار واحط له ميه بتغلي من اول وجديد واستنى لو طلع ريم تاني اشيله وبعدين ابدا احط الخضار بتاعي. الخضار بتاعي عباره عن ايه؟ هنا يا بنات بصل وتوم. هتقولي توم؟ هقول لك حطي فصين توم صحيح مع الشوربه وتفرجي على طعم الشوربه، وحبهان وورق لورو وطماطم. طبعا الطماطم دي شويه، انا لسه هضرب طماطمتين في الخلاط لان دي انا بشراها والطماطم اللي عندي خضره فمش هتنفع تنبشر وكده فمش هتبقى تديني لون، فانا عندي طماطمتين كانوا متخزنين في الفريزر هطلعهم واضربهم واحطهم عليها كمان. عندك كمان جزرايه، عندك عود كرفس او حاجات من دي، بس انا بصراحه عمري ما حطيت كرفس، بس ممكن بحط جزر بس انا ما عنديش جزر. تحطي الحاجات دي بس بعد ما تشيلي الريم خالص وتنضفي الشوربه بتاعتك، بعدين تحطي الخضار بتاعك ده وتحطي الفلفل الاسود والملح. طبعا لما الحاجه بتاعتك تاخد نص سوا كده تبداي تحطي الملح بتاعك وتظبطي الدنيا، هتاخدي شويه شوربه ولا احلى من كده. واحده بقى تقول لي لا انت مش عارفه ايه، لا يا جماعه شايفين البط بتاعنا؟ شايفين يا بنات؟ بسم الله ما شاء الله اللي احنا مربيينه على السطوح. طبعا اوزانه حلوه جدا ما شاء الله عليه. طبعا هنا بقى الكسكسي بتاعنا خلاص اهو، هنغطي عليه كده ونسيبه شويه ونشوف هنردده مع بعض ازاي. تحفه يا بنات، جربوا طريقه ام احمد في عمايل الشوربه وفي عمايل الكسكسي، اعملوه بالخميره وجربوا طريقه ام احمد في الشوربه، بجد هتشربوا شويه شوربه ولا اروع من كده. ادي الشوربه بتاعتنا يا بنات اللي انا هتخلص منها دي وهحط شوربه غيرها. طبعا معلش الصوره مش واضحه قوي عشان النور قطع، مش عارفه الله يسامحه بقى. يا رب تكون الصوره واضحه قدامكم اهو. زي ما انتم شايفين كده انا لازم اتخلص من الشوربه دي. انا بعمل كده في اللحوم وفي الفراخ وفي البط وفي كل حاجه، وهوريكي الشوربه في الاخر يبقى شكلها ايه وطعمها عامل ازاي. هاخد بقى الشوربه دي اتخلص منها في الحوض وارجع انا حاطه ميه بتغلي. هحط، لازم ما تحطيش ميه ساقعه، تحطي ميه بتغلي طبعا. والكسكسي يا بنات كل شويه تبصي على الحله اللي تحت عشان خاطر لو فيه لو الميه بتاعتها قلت ولا حاجه بتزوديها، وميه برضو تكون سخنه. ادي يا احلى بنات الشوربه بتاعتنا بقى. اي ريم بدا يظهر تاني كده بنبدا بقى نشيله اهو. على قد ما تقدري كده شيلي كميه الريم الزياده لان دي كمان بتبقى ايدام، يعني بتبقى دهون زايده فملهاش لازمه. شايفين ده حتى الشكل ده يا احلى بنات. كده احنا نضفنا الشوربه بتاعتنا خالص وبقت بسم الله ما شاء الله. نبدا بقى نحط البصل بتاعنا والخضار بتاعنا ايا كان انتي بتحطي الخضار بتاعك ايه.
طبعا هنا المفروض احط جزر كمان، بس انا معيش جزر. هنا حطيت ورق لورو وحبهان، وحطيت فصين توم صحيح كده. الفصين توم دول بيفرقوا جدا جدا، بينقلوا الشوربة بتاعتك في حتة تانية خالص. طبعا احنا بنحب نحط البصل صحيح كده لان احنا بنحب ناكله، يعني انا كمان ممكن تحطي زي ما انت عايزة كمان كمية بصل 2 3 لو بتحبوه. احنا بنحبوه بصراحة مسلوق كده مع الشوربة، بيبقى طعمه حلو جدا. الشكل ده يا احلى بنات. انا كده حطيت الطماطم والبصل والورق اللورو والثوم. احط بقى الفلفل الاسود اهو، بالشكل ده كده يا بنات. وكمان انا ضاربه طماطم في الخلاط، هزود شويه مش كتير بس كده. وادي الشوربه بتاعتنا يا احلى بنات. طبعا النور قاطع والتصوير مش مظبوط، بس مش معلش بقى. بالشكل ده يا احلى بنات. الشوربه بتاعتنا هتشربي شويه شوربه مفيش احلى من كده، حاجه كده بمزاج، يعني طعم وريحه حاجه تانية. هغطي عليها واسيبها. اول ما تبدا تغلي غلوه كده حلوه، تبدا الحله بحالها تغلي، ههدي النار عليها واسيب البط بتاعي يستوي في نار هاديه 10 دقايق كده، وهرجع احط لها الملح بس، واسيبها بقى براحتها لما تستوي خالص. لما تعملي بقى الحاجه بالطريقه دي، الملح ما تحطوش في الاخر خالص، حطيه والطيور بتاعتك 3/4 سوا، لان اللحم بتاعك يشرب كده من طعم الملح ويبقى حلو. انا المفروض كمان احط الملح دلوقتي لان البط بتاعي مش هياخد سوا، لان البط بتاعي عمره صغير، فالمفروض احط الملح دلوقتي. فانا هسيبها لما تغلي غلوه كده وابدا احط الملح. طبعا هنا انا معايا الكسكسي خلاص استوى، بس والله مستنيه لما النور يجي وابدا بقى ايه احط له الحاجه بتاعته وارجعه تاني على النار. اهو بسم الله ما شاء الله استوى وراح تمام التمام. مش عارفه واضح ولا ايه من البخار والنور اللي مش عارفه، الله يسامحه بقى. اهو زي ما انتم شايفين كده تحفه يا بنات. هغطي بقى واسيبه كده لما نشوف النور هيجي ولا ايه. الكسكسي بتاعنا يا احلى بنات، طبعا النور الله يسامحه مش راضي يجي، فمش عارفه فيه ايه بالظبط، شكله فيه عطل جامد. فانا طبعا فرقته بين ايديا كده. انتي طبعا لو النور شغال بترجعيه تاني في الكبه وتضربيه كده ضربه في الكبه، فهيفك كل التكتلات اللي فيه. هنردده هنا بايه؟ انا معايا هنا لبن، ممكن بميه، مش لبن بميه عادي، وبعدين بالميه كمان بيبقى اخف واحلى من اللبن. كمان هنحط له السمنه بتاعته دلوقتي. انا كمان حطيت له شويه ميه، ما كملتش كله لبن يا بنات عشان الميه بتبقى بتخليه حلو جدا. اهو بسم الله ما شاء الله. هنحط بقى السمنه بتاعتنا. السمنه بتاعتنا هنا انا جبت شويه من الشوربه وحطيت عليهم السمنه بقى بلدي تحفه كده، او السمنه الموجوده عندك انت براحتك بقى. ويا سلام لو عندك حته قشطه بقى، يا جماله بقى، بتودي بقى الكسكسي بتاعك ده في حته تانية. نقلبه كويس جدا وبعدين نرجعه على النار تاني، ياخد حوالي تلت ساعة كده او حاجة، وبعدين يبقى جاهز على الاكل. شوية كسكسي يا بنات، والله الله يسامح النور، شايفين بسم الله ما شاء الله تحفة. ادي الكسكسي بتاعنا القمر بسم الله ما شاء الله يا بنات. حطينا له السمنه بتاعته وحطينا اللبن وخلاص كده بقى تحفه. هنرجعه تاني بقى على النار. تحفه يا بنات، ريحته تجنن.
ما شاء الله. وهنا يا احلى بنات رجعنا الكسكسي بتاعنا تاني على النار كده، بس زي ما انتم شايفين اهوت. هنغطي بقى عليه ونقفل الغطا كويس في الوقت ده جدا. ما تخافيش بقى من قفلة الغطا جامد دلوقتي على الكسكسي بتاعك، مش هيعجن منك ولا هيجرى له اي حاجه. هنا بقى البط بتاعنا زي ما انتم شايفين يا جماله، دخل اهو في السوا ما شاء الله. تعرفي ان البط استوى منين؟ بترفعي من الحته العظميه اللي عند الجناح دي اهو، لسه شويه. لو طلعت معاكي لفوق كده يبقى استوى خلاص. بس كده يا بنات، هنسيبه بقى شويه ونشوف يا رب مسهل النور يجي ونكملوا الفيديو في النور ان شاء الله. البط بتاعنا يا احلى بنات في الدنيا اهو، بعد ما طلعناه واستوى بسم الله ما شاء الله، الله اكبر عليه يا احلى بنات في الدنيا. مستوي وتحفه جدا. وادي كمان الشوربه بتاعتنا الله اكبر عليها، شايفين الجمال والروعه بسم الله ما شاء الله. هنا انا عامله خلطه ايه للبط بتاعنا بتبله بيها. انا ما بحمرهوش لا في سمنه ولا في زيت ولا في حاجه، انا بدخله الفرن كده يسوي نفسه، يحمر نفسه كده ويطلع مقرمش وحلو. مش بحمر لا في دهون ولا في سمنه ولا في زيت ولا في اي حاجه. هنا عامله الخلطه بتاعتنا كزبره ناشفه، فلفل اسود، ملح، رشه كده. ونرش البط بتاعنا ما شاء الله يا بنات، طبعا مستوي وتحفه خالص. بط بقى انت مربيه عندك في البيت، فعارفه اللي ما بياخدش سوا، مش بقى بتجيبيه ويضحكوا عليكي في السوق ويقولوا لك ده لسه صغير ويكون عجوز يغيب معاكي في السوا. عشان اخواتي كمان اللي كانوا ايه يقولوا لي ان ازاي انت بتسوي البط في البرايم من غير ما تحطيه في الشوربه، اللي هو بتاع الرز المعمر ده بيستوي ايوه معايا في الطواجن الرز المعمر بسرعه جدا اهو يا بنات. انا دلوقتي بقى مولعه الفرن، هدخله بقى يتحمر وارجع لكم. ودلوقتي يا احلى بنات ادي الكسكسي بتاعنا بسم الله ما شاء الله على النار اهو، استوى وبقى تمام التمام اهو. بس انا هسيبه كمان شويه اهو. تحفه تحفه يا بنات، حبه كسكسي بقى مش عايزه اقولك، تحفه تحفه. عايزاكي تجربيه بطريقه ام احمد كده بجد هتشكريني عليها. هنهدي عليه النار ونسيبه شويه. ودلوقتي يا بنات هنا البط بتاعنا بيتحمر في الفرن ما شاء الله عليه. شايفين الكسكسي بتاعنا يا احلى بنات في الدنيا بسم الله ما شاء الله. والله يا بنات روعه تحفه بجد. انا نفسي تجربوه، جربوه بالخميره وانتوا ان شاء الله هتدعوا لي. الطعم وهم بجد، طعمه خطير جدا، خفيف كده وروعه. وشايفين البط احنا حمرناه من غير ما نحط له لا سمنه ولا زيت ولا اي حاجه خالص، زي ما انتوا شايفين كده يا بنات بسم الله ما شاء الله على البط بتاعنا. بالشكل ده يا احلى بنات الكسكسي بقى تاكلي منه ما تشبعيش. بصي تاكلي مش عايزه تشبعيه من جماله ومن حلاوته من الطراوه بتاعته. الله اكبر عليه، طري طراوه كده حاجه تحفه. البط بتاعنا متحمر وما شاء الله عليه يا بنات، حاجه خطيره. طبعا النور والله لسه قاطع، بس هعمل ايه، انا بروح عند الشباك وبدور على شويه نور كده عشان اعرف افنش لكم الفيديو، عشان ما اقعدش الفيديو بصراحه عايزه اقفله. زي ما انتم شايفين كده البط بتاعنا خطير يا بنات، وشويه كسكسي يستاهلوا بقكم بجد، روعه روعه. شايفين يا بنات تحفه. زي ما انتم شايفين يا احلى بنات كمان الشوربه شويه شوربه كده حاجه كده اخر دلع. طعمها وريحتها والله يا بنات الشوربه قلب الدنيا، ريحتها تجنن. شايفين اللون بتاعها خطير. طبعا انا
ببعد الدهون اللي على وش الشوربة، ومش بحطها في الشوربة اللي احنا هنشربها، بحطها على جنب كده. زي ما انتوا شايفين كده يا بنات، ادي الغدا بتاعنا النهارده. البط ده احنا مربيينه على السطوح، اللي حابب يشوف الفيديو بتاع البط هيعجبكم جدا. بسم الله ما شاء الله. اللي كانوا بيقولوا ان البط ده مش بيحبوا يربوه عشان ما بيشيلش اوزان، شايفين البط بتاعنا بسم الله ما شاء الله. طبعا انا ما ذبحتهوش كله، انا ذبحت كده كام واحده كده نشوفهم كده، وبعدين لسه هنذبح الباقي. زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله. وشويه كسكسي، لا في حته تانية، لا 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 لا، طعم الكسكسي ده يا بنات في حته تانية خالص. روعه روعه. احنا بصراحه طول عمرنا بنعمله كده، ما بنعملش الكسكسي من غير خميره. الخميره بتخليهولك في حته تانية. جربيه وبجد هتدعيلي. ويا ريت يا حبايبي لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لام احمد لايك وشير، واللي مشتركش في القناه يشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من ام احمد. بحبكم في الله. السلام عليكم، باي باي.